يا رب ماما تضلها عايشة. يا رب بابا ينجح هو وأصحابه بانتشال شهداء الأنقاض. يا رب احفظ معلم الرسم لأنه دائما بيشجعني وأنا بحبه. يا رب تعيش عمته هاجر ويعيش جنينها بعد قصف استهدف بيتهم. يا رب احفظ جده وتيتا وعمه أحمد تبع البقالة لأنه بيعطيني أشياء كثير زاكية. يا رب احفظني أنا وأختي سارة. أمنيات كثير كتبها سهيل أخوي في ورقة وراح يدعي فيها بعد كل صلاة، متأكد إنه ربنا بيسمعه. بعد ما استشهدت ماما حكيت له إنه الله بسمع كل دعاء أنت دعيته، بس بحب يختبر صبرك وأوعك يا سهيل إنك ما تنجح بالاختبار. وراح يعيدها بعد كل صلاة. يا رب ماما شهيدة وأنا صابر. يا رب اختفى بابا مع أصدقائه من أسبوعين وأنا صابر. يا رب انقصف بيتنا وأنا الآن بالشارع بس أنا صابر. يا رب انقصف بيت جده وتيتا وما عندنا معدات عشان نطلعهم من تحت الركام بس برضو أنا صابر. امبارح بعد ما طلعوا جسد سهيل من تحت الركام من البيت يلي انتقلنا عليه عشان نعيش بشوية أمان، طلعت ورقة من رسائله من جيبه اليمين وكتبت فيها: يا رب سهيل آخر ما تبقى معي من العائلة، وهيني زي ما عرفتني صاب بس بطل عندي طاقة للصبر على استشهاد سهيل. يا رب لحقني فيه وخلي هاي الورقة العزيزة تندفن جنبي.